قول محمد السادس هذا إذا يجي يقول أنا النبي جدي وأنا أمير المؤمنين، والله أن هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن إساءة ماكرون الفرنسي، لأنك تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، تسيء به. يعني إذا تريد أن تقول أنك إحنا لا، أنا هنا لا أعبث بالأنساب ولا يعني أناقش الأنساب، يعني ما أدري هو من آل البيت صدق ولا من آل البيت كذب ولا من آل الحوش ولا ما هي قضيتي. أنا هنا في مسألة أن أؤكد للجميع أن هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش داعي حتى لو أنت من آل النبي فعلا انطم واسكت يا محمد السادس، انطم واسكت يا أخي، لأنك الآن وفي هذا الظرف بالذات وأنت منبطح للكيان الصهيوني ولليهود تجي تقول أنا نبي جدي. وهذه الأشكال المنبطحة والمطبعة والخائنة للأمة من نسلهم أبدا على الإطلاق. هذا أمر نتمنى أنه إذا في مستشارين لمحمد السادس، مستشارين حكماء، يعني يقولوا له بلها اسطوانة أمير المؤمنين هذه والله ما هي ضابطة خالص، بلها اسطوانة أمير المؤمنين وآل البيت والنبي جدي، ما فيش داعي له. أنا باقي معي إيش موضوع يعني كانت صدمات، ما ندري هل ننقهر من تطبيع المغرب أم من تبرير العدالة والتنمية. أنا من محبي هؤلاء الناس ومحبي أصحاب الفكر الإسلامي ومحبي الإخوان المسلمين، ولو أنهم ينكرون تبعيتهم للإخوان، كما يفعل التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، يقولون نحن لسنا من الإخوان وهم من الإخوان. وهذه إشارة لمن يقول أنه أسعد الشرعي يتعصب للإخوان. لا، ها أنا أقول لكم أن إخوان المغاربة خانوا الأمانة يعني، وحزب العدالة سينظر إليه كثير من الناس حتى من المحبين له، وأنا واحد من المحبين له، سننظر إليه أنه حزب النذالة وليس حزب العدالة حقيقة، لأنه انبطح مع المنبطحين وكان المفترض أن يكون له موقف. طبعا سيأتي منكم من يقول هؤلاء مجبرين ومكره أخاك لا بطل وإلى آخره، لكن لا يا أخي، عندما ترون تصريحات العثماني يعني مستفزة جدا. الرجل يريد أن يقنعكم يا جماعة، ومن أجل القضية إحنا طبعنا نصرة. يعني شوفوا إلى أي مدى وصل العبث بالعقول. يعني ما ينفعش، أنا أردت أن أقول للعثماني أنه ما ينفعش تطبيع وقلة حياة، تطبيع وقلة حياة في نفس الوقت، ما يصير يا أخي، ما يصير اللي انت قاعد تقوله، ما يصير. برر لكن مش بقلة حياة هكذا، لا تستفز الناس يا أخي. لكم محبين داخل المغرب وخارج المغرب، وأنا والله العظيم واحد من محبيكم، لكن والله لا نجاملكم، أنتم سقطتم في الوحل، سقطتم مع محمد السادس، وكان الأصل أن تقدموا استقالاتكم أو تفعلوا أي شيء ولا نجد لكم عذر. الناس ربما بعض المتابعين سيجد لكم أعذار أنكم مكره أخاك لا بطل، وأنكم مضطرين، وأن السجون تنتظركم، وربما تعدموا، وربما يفعل بكم، وربما، لكنني لا أرى هذا الكلام، بل أرى أنكم خنتم الأمانة كإخوان مسلمين، والإخوان المسلمين من أكثر الناس خدمة للقضية الفلسطينية، وهم الذي ربونا ونحن صغار في فعالياتهم وحفلاتهم وتحركاتهم، هم الذي غرسوا فينا حب فلسطين الإخوان المسلمين. تجي أنت العثماني تنسف هذا الإرث كله. والله يا جماعة أنا شخصيا تأثرت بالإخوان المسلمين وحبهم لفلسطين، وهم الذي كنا دائما نحضر حقهم الحفلات والفعاليات بيوم القدس وينشدوا الأناشيد وزرعوا فيها وإحنا صغار. يجي إخوان المغرب هكذا يلطشوها ويبرروا لمحمد السادس تبريرات، سامحوني يعني إن قلت عنها وقحة، ولا تلوموا أحد إن سماكم حزب النذالة وليس حزب العدالة. يدخلوا إلينا العقول ويريدوا يقنعوك إن الانبطاح والاعتراف بالمحتل فلسطين هو من أجل فلسطين. استحمار، والله العظيم وصل الاستحمار إلى المغاربة الشرفاء الأحرار. نفكر محمد السادس وهؤلاء الذي معهم أنهم ممكن يستحمروا مثل القطيع الذي يدور في فلك محمد بن سلمان في السعودية، أو مثل القطيع الذي يدور في فلك محمد بن زايد في الإمارات. لا، مطلع السلام الوطني قسما بالنازلات الماحقات، يا لطيف قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
الله 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 أكبر، قسما بالله حاجة قوة أنفة كرامة، أقسم لكم بالله روعة. ثم يقولون هذول هذا انه شيء يخوف اهل الجزائر. الجزائر لسه ما بتعرف مين في وراها. انت العبوديه في دمك، وانت اصلا فيك شكوك انك لست حتى فلسطينيه من حيث الاساس. اثبت لك. بتحب اعطيك هويتي؟ ربما بتحب اعطيك هويتي؟ والله بتشرف، والله اول شيء بتشرف باهل الجزائر. بتحب اعطيك اثباتات؟ ليش ما بتسالني وين اثباتاتك؟ طيب لحظه، ليش ما بتسالني وين اثباتاتك؟ بس انت شاطر تنظر علي. لا خليك واقعي، فلسطيني ما بنلم معهم. بالنسبه لي صافي. اسمعي بالنسبه لي لا تهديتك، يهمني ان هناك حذاء على راسك، وبالتالي غيري بيهرب عند بلده بيسكر برا زيك مثلا، بهرب وبصير يتنجد برا. هيك انت خوفوك حوثيين وهربت برا مثل الحرمه وهربت برا. يعني هيك انت. انا غيري بحط حذاء، غيري بهرب. هيك انت هربت برا وخايف وهي ما انت انخبط على راسك بالحذاء بدون وغصب عنك، فما بالك انا حطيت حذاء. انت هيك هارب من الحوثيين ودعسوا فيك وانت بتسكر هناك وخايف وصرت بطل عليهم باوروبا. يعني على مين تضحك؟ وقف دقيقه. انا هذه بس اعدل لك معلوماتك. ولو انني على قناعه ان واحد يضع حذاء على راسه ما يفهمش اصلا انه واحد وضعوها اياك، حطوا لك اياه غصب عنك الحوثيين. دقيقه فما بالك انا بحط ناس شرفاء، انت بتحط غصب عنك. والله اني باربيك واعلمك واخليك والله بربيك وبربي 10 زيك. يا ريت عندك كرامه وشرف زي الجزائري، يا ريت عندك كرامه وشرف زي الجزائري، بس هذا اللي ناقصك. حط راسك بالجزائر، حط راسك بالجزائر اللي هم اشرف منك. ولك يا ريت عندك رجوله، يا ريت عندك رجوله زي الجزائر.